بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في استمرار لحلقاتنا ومرضى الفشل الكلوي، اخواتنا واهلنا وحبايبنا. اول اختيار او اول اوبشن لينا في الجزء اللي تحت. بعد كده بنبص فوق عند الكوع وبنفكر في حاجه اسمها الوصله ما بين الشريان البريكال ارتري والوريد السطحي الكفاليك فين فوق لان ده بيدينا سيجمنت اللي هي من الكوع الكتف يغسل منها المريض. لما بنعمل تحت بيدينا سيجمنت او طول من اول الريست لحد الكوع يقدر يغسل منها المريض لحد الكتف لو الوريد كبير وكويس، فده بيدينا فرصة أطول. عشان كده كل مرة بنقول إن إحنا بنعمل العملية دي لازم نكون حريصين إن إحنا بندي للمريض أحسن فرصة وأحسن وقت، ولازم نكون صبورين، ولازم نقيم الوريد والشريان تقييم كويس، عشان كل فترة أو كل يوم بيعدي ده من العمر الافتراضي بتاع العملية أنت بتوفر على المريض معاناة وألم وتعب كتير بانك بتعمل له عمليه سهل يغسل منها، سهله للتمريض انهم يحطوا الابره فيها، ودي اهم. مش المهم ان العمليه يبقى فيها حاجه اسمها الزن او الثريلينج، لكن المهم ان يبقى الوريد كبير بما فيه الكفايه، تدفق الدم فيه قوي بما فيه الكفايه. عشان كده بننصح الاطباء بالتأني وعدم التسرع، ومش الفكره ان انا هعمل للمريض عمليه ايه النهارده، الفكره ان انا لو العمليه دي عمرها الافتراضي انتهى هعمل له ايه بعد كده. لازم احط ده في تفكيري واحط ده في البلان بتاع المريض، لان دي بتوفر على المريض مشاكل كتير جدا جدا جدا. فأرجوكم حسن الاختيار والتقدير عشان نوفر على المرضى بتوعنا معاناة كبيرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.